انتم تحبون تاكلون الراس بس ما تعرفون تطبخونه؟ تعالوا خلنا نعلمكم وصفته باسهل طريقه. هيلو والله بالعويل. وعلى الغاز احط قدر ضغط، وفي قاع القدر نزل شويه من الزيت، نزل ثوم مقطع مربعات بهذا الشكل في قاع الزيت، وبصل مقطع لشرايح، ننزل بصل مقصقص لدوائر، وننزل ملعقه صغيره من الهيل باودر، وقرنفل ولومي، ورق غار، والبهارات ملعقه من الكزبره الباودر، فلفل اسود، كمون، وبابريكا، وميكس ميكس ميكس. في القاع ربع كوب عصير ليمون، وننزل الراس، ونعبي القدر بالمويه لين ما يتغطى معانا بالكامل، ونضغطه على نار متوسطه لمده 45 دقيقه. صحن، ونجيب خبز مصري او بلدي ونقصه نصين نفرده في قاع الصحن. وكذا شكلت الخبز في قاع الصحن. لا تنسى لك الفول خلص 2 مليون في اسرع وقت بليز، قدروا تعبي. وكذا صارت جاهزه معانا. ونجيب ليمونه يا حلوه يا مجنونه. لا تنسى لك الفول وخلص 2 مليون في اسرع وقت. اعطينا لايك وفولو، ونعصرها بهذا الشكل. وفوق الليمون 6 حبات من الثوم، واذا تبون سبايسي ضيفوا قرنين من الفلفل الحار، وميكس ميكس. وننزل فوق عصير الليمون اللي عصرناه، وملح. فوق الخلطه اللي سويناها ننزل المرق. وبعد ساعه و40 دقيقه صار جاهز معانا. طبعا لان الراس كبير اخذ معي ساعه و40 دقيقه، واذا الراس صغير ياخذ معاكم ساعه تقريبا. وبعد ما طلعت اللحمه من الراس وقطعتها بهذا الشكل فوق الخبز، ونكب فوقه مرقه بهذا الشكل. وهذه النهايه. هذه وصفه الراس بكل سهوله. لازم تجربوها لان اللحم ذايب وتشهي تشهي تشهي. جربوها مع الخلطه السريه وبالعافية عليكم. واللحم ذايب ذوبان. شوفوا كيف ذوبان اللحم، ما شاء الله تبارك الرحمن، ذايب وطري.